صباح الخير. يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو دلوقتي. النهاردة هنعمل وصفة الفول المدمس، وهنحاول نتجنب كل المشاكل اللي بتقابلنا واحنا بنسوي الفول، زي مثلا انه بيسود او ان القشرة مش راضية تستوي، وكل الحاجات دي هنعالجها في الفيديو بتاعنا. بس خلونا الاول نعرف ازاي نشتري الفول المدمس. اول حاجة الفول لازم ما يكونش كبير قوي، اللي هو بيسموه المستورد الكبير ده، ولا كمان يكون من النوع الصغير الاحمر. احنا هنشتري الفول المتوسط الحجم، وكمان بيكون لونه فاتح، ده اللي هو مناسب جدا للتدميس. كمان هنحاول نبعد بقدر الامكان عن كل الحاجات اللي فيها مواد حافظة، يعني ولا صلصة بقى ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولا مواد تسرع التسوية ولا الحاجات دي خالص. فهنبدأ الاول نعمل فيه ايه. الاول هننقيه، وبعد كده نغسله، بعد كده ننقعه في ميه زي ما انتم شايفين كده لمدة مثلا 12 ساعة، مش اكتر من كده عشان ما يبقاش فول نابت، ومش اقل من كده لان الفول زيه زي اي بقوليات في مواد بتسبب غازات في البطن، وفي مواد تانية بتسبب عدم امتصاص الحديد في الجسم. علشان كده يفضل ان احنا ننقعه 12 ساعة طبعا. وحتة بقى ان انا اعمل فول سريع وساعتين وعايزة اخلص الفول وكده، لا يا جماعة، لازم ياخد وقته في النقع. وبضيف بقى على مية النقع دي ليمونتين معصورين، علشان ده بيساعد شوية ان الفول يحتفظ باللون الفاتح بتاعه، وكمان بيسهل لي التسوية بتاعة القشرة، وبيحافظ على لونه شوية فاتح لأطول وقت ممكن، لاني مش هكذب عليكم واقول لكم ان الفول مش هيغمق. اي فول في الدنيا لازم يغمق، لانه بيتأكسد زي الموز والتفاح والحاجات دي كلها. فهو اول ما بيتعرض للهواء لازم لونه بيغمق شوية، ولكن الليمون هنا هيحافظ لنا شوية ان لونه يفضل فاتح اطول فترة ممكنة. فاحنا دلوقتي بعد 12 ساعة من النقع في مية بليمون، طبعا الحباية نفشت وحجمها كبر. فيلا بينا بقى نشوف بقية الخطوات بتاعتنا ايه اللي هنعمله عشان ندمس الفول. اول حاجة اخدت الفول غسلته من المية بتاعة النقع، وحضرت 3 طماطمات عصرتهم في الخلاط وصفيتهم من القشر والبذر، وكمان عصرت ليمونتين. وهي دي كل المواد اللي هستخدمها وانا بدمس الفول، مش هستخدم اي حاجة تانية غير دول. فحلة بقى على النار واستنيت لما غليت جامد، وحطيت معاها الطماطم والليمون. طيب ليه ما حطيتش الفول في الاول؟ لا، لان انا لو حطيت الفول وسخن وبعد كده رجعت حطيت الطماطم والليمون هيبردوا المية تاني، وانا مش عايزة المية ترجع تبرد تاني. عايزة الفول لما يتحط في مية سخنة وتفضل المية سخنة عليه. تمام كده. هستنى بقى لما المية تغلي تاني بعد ما حطيت الطماطم والليمون، وبعد كده نبقى ننزل الفول. هي فعلا كده غليت، وهبدأ انزل الفول في المية. هقلبه واغطيه، وخلاص بقى من الوقت اللي انا هغطيه فيه هستنى بس 5 دقايق كده اسمع صوت ان هو المية بتغلي جوه، وبعد كده هوطي عليه النار. هحطه طبعا على اصغر شعلة في البوتاجاز، واصغر شعلة دي هوطيها لاقصى حاجة عندي، يعني هوطيها خالص تبقى شمعة كده تحت الفول لمدة 6 ساعات 7 ساعات، يعني وقت ما تلاقيه خلاص استوى تماما. وما تفتحيش عليه كتير، يعني من وقت للتاني نفتح بس حتة صغيرة كده نشوف المية اخبارها ايه. لو نقصت شوية نزود شوية مية، بس شوية المية اللي هنزودهم يكونوا برضو سخنين. خلاص تمام. بعد 6 ساعات بالظبط لقيت الفول بتاعي استوى، وزي ما انتوا شايفين كده لونه احمر وجميل، والقشرة مهرية حقيقي مستوية تماما. انا بوريكم دلوقتي اللون عامل ازاي، وهوريكم كمان التسوية عاملة ازاي. يلا بينا نعمل تيست صغير كده عن القشرة بتاعة الفول. شايفين بتتقطع معايا بسهولة جدا تحت المعلقة، دايبة خالص زي الزبدة بالظبط.
هنغرف بقى طبق حلو كده، لونه وريحته في البيت كله تحفة حقيقي. بجد لازم تجربوا الفول بالطريقة دي. هنظبط بقى طبق الفول بتاعنا بالملح والكمون، وحطيت كمان عليهم شوية زيت وليمون، وبعد كده قلبت كل الكلام ده مع بعضه، وهحط عليه من فوق شوية طحينة حلوين كده. الله بجد مش عايزين بقى نعمل زي محلات الفول، ملناش دعوة هما بيحطوا ايه وبيسووا ازاي وايه المواد اللي بيستخدموها. احنا عايزين نعمل حاجة نظيفة في بيتنا صحية، ما تضرناش. نعمل بقى اللقمة كده زي ودن القطة وندوق اطعم فول في الدنيا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، وان شاء الله الوصفة كمان تجربوها وتعجبكم، وميرسي جدا للمتابعة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. ميرسي جدا وباي باي.